سبق لك ديجا سولتي راسك علاش كاين عدد كبير ديال الشباب ولا كيقول ما بقيتش نثق في بنت ولا ما بقيتش نثق في البنات، اولا الشباب اللي مقبلين على الزواج ولا كيشوف واحد الزواج بواحد المنظور انها فخ واحد الكاب بالنسبه ليه، فهادشي راه ما كانش شحال هادي. فشنو هو السبب ديال هاد التفكير؟ واش فعلا الواقع تبدل ولا كاين فكر كيغزو العقول ديالنا بواحد الطريقه انديريكت، ولا شنو هما الحوايج اللي خلاو العقول ديالنا مبرمجين على حسب هاد الفكر هذا عند بعض الناس؟ دونك في هاد لا فيديو ديال غنهضروا على المفهوم ديال الريد بيل، ولكن بطريقه مختلفه. نحلو معاك، نعطيك امثله ديالو من الواقع والتامل في التاثير ديالو الحقيقي على العقول او على العقول ديالنا كمغاربه، سورتو كمغاربه حيت مجتمع اسلامي. فشنو هو الريد بيل كمصطلح؟ هو جاء المصدر ديالو من الفيلم ذا ماتريكس 1993، فاش كان البطل خاصو يختار بين حبتين الزرقاء والحمراء، حيت غادي تخليه الزرقاء عايش في واحد الوهم والحمراء غادي توريه الحقيقه مهما كانت صادمه. فريد بيل في العالم الافتراضي ولا رمز للاستيقاظ، ولكن الاستيقاظ على شنو؟ الاستيقاظ على حقيقه ان المراه ما بقاتش كتعرف لا فالور ديال الراجل، وان الحب هو مجرد لعبه ارقام، وان النجاح هو الطريق الوحيد باش تكون مرغوب. مثال: شاب عايش في علاقه حب او علاقه حب، كيبغي كيضحك كينشاطيتو، ولكن فاش خسر ديك العلاقه او فاش خسر ديك البنت، تلاقى مع فيديوهات في تيك توك وفي انستغرام عند ناس كيدويو اون جينيرال كيقولوا ليه لا راه هي عمرها كانت كتبغيك ولا عمرها بغاتك وهي كانت كتشوف فيك غير المصلحه ديالك وراك كنتي انت نيه. وفجاه تحولت الصدمه العاطفيه بفعل الفراق لفكر كامل، وهو تخلي عالم الريد بيل عن طريق ديك الفيديوهات. فكيفاش بدا الريد بيل اصلا في العالم اون جينيرال؟ المفهوم ديال الريد بيل بدا في المنتديات مثلا ريديت ولا فورشين كمساحه للشباب اللي حاسين بالضياع او كيشاركوا التجارب ديالهم او الاحباطات ديالهم وكيقلبوا على تفاسير، ولقاو التفسير ديال هذه الفكره. المجتمع ولا كيحارب النساء والقانون والعلاقات وحتى الاعلام ضد الرجال. المجتمع كي بروتيكتي النساء وكيحميهم، والقانون كذلك والعلاقات وحتى الاعلام ضد الرجل. ظهروا كتاب بحال رولا توماسي اللي كتب The Rational Male، وطلعوا مؤثرين عالميين بحال أندرو اللي بداو يروجوا الأفكار اللي فيها مزيج بين التطور الذات والهيمنة والتحذير من النساء. مثال: الشاب في أمريكا خسر فلوسه في الطلاق وولده مشى مع الأم حيت القانون جا معاها، دونك خسر الثقة ديالو في القانون، وهادشي خلاه ينشر الفكر كلي وسطروا لي على الكل مزيان النساء ما يمكنش نثقوا فيهم، والفكر هذا توسع بواحد الصورة في العالم بحال اللي رميتي العافية فيه هاشم. دونك كيفاش دخل هذا الفكر للمغرب؟ دونك في الاول كان بدايه الاصل ديالو من فيلم، ولا في العالم عن طريق مروجين اللي هما لي زانفلونسوز او دي زانفلونسوز عبر العالم، شويه دخل المغرب مع انتشار تيك توك ويوتيوب وانستغرام في المغرب. ولا من السهل توصل الفكره ديالك عند اي واحد. انت مثلا ساكن في كازا تقدر توصل الفكره ديالك لاكادير على سبيل المثال. فالشباب بداو كيترجموا المقاطع الاجنبيه، ولا شي ناس ملي كيديروا كونتوني ولا كرياتور دو كونتوني كيجيبوا دي زيدي وكيجيبوا دي فيديو من الناس على برا مثلا ديال اندرو ويترجموهم للمغربيه ويحطوهم ككرياتور في الكونت ديالهم، الله يسهل عليهم، او يبدلوا فيهم شي حوايج كونكورا بنفس الطابع بيان سور. من الابرز العناوين اللي كتبين: المراه باغيه غير الراجل اللي عنده الفلوس، الحب كذبه، زواج فخ. والولد المغربي اللي فقير كيشوف بنت في تيك توك كتقول الراجل اللي عنده 3000 درهم ما يمكنش نعيش معاه، كيحس بالاهانه بلا ما يعرف، كيتاثر ويبدا يصدق ان النساء طماعات وطبيعه ديالهم. فشنو هو التاثير ديال هذا الشيء، ديال هذه الهضره ديال لي زانفلونسور اللي كيحطوا هذه الهضره اللي كيقولوا ان الزواج كذب، الزواج فخ والحب كذبه والمراه باغا الراجل اللي عنده الفلوس؟ فعنده واحد التاثير بيان سور على العقل ديال الرجل بيان سور، هو واحد غادي نشوفوا على النساء. كاين اللي بدا يطور راسو، هنايا نتقاسموا جوج انواع: كاين الرجل كاين المراه. كاين الراجل اللي يسمع الهضره وبدا كيطور راسو ويكون عنده فلوس ورياضه وثقه بالنفس، وكاين اللي بدا كيتعامل بعدوانيه مع النساء او فقد الايمان بالحب او فقد الايمان بالفطره اللي خلق الله ان الرجل مع امراه ومراه مع راجل. اوكي. والنساء كذلك تفرقوا على جوج: كاين النساء اللي ولاو يتعرضوا للنقد ويتحكم عليهم بجمله، حيت مثلا داك الحمله ديال اندبندنت وومن. كاين اللي اغري with that point، يعني مع هذه النقطه هذه. وكاين اللي ضد. فملي كتجي كتنتقد انت النساء بجمله كومبلي حب وتبن. وكاين نساء كذلك اللي في المقابل زاد عندهم الوعي بالقيمه ديالهم، بغاو شريك متوازن عقليا، مونطالمون، فيزيكمون، فينونسمون، يعني الواجبات ديال الرجل كرجل. اما التاثير ديالها على المجتمع، فالنقاش على العلاقات ولا حاضر بقوه في المجتمع،
ولكن كاين فوضى وتيارات وصراعات بين الجنسين او ميم طون. فمثلا مثال من الواقع، واحد الفيديو مغربي شاب كيهضر على كيفاش البنت خاصها تحترم الراجل اللي صرف، والبنت كتجاوب انا ماشي سلعه. هذا جدال ما بين القيمه والكرامه والحاضر يوميا، حيت ما بقاوش ديك لي فالور ولا لي برينسيپ اللي نورمالمون المراه خصها تعرفهم والراجل خصو يعرفهم باش يمشيو واحد اولا باش يمشيو في طريق متوازن. الواجبات ما بقاو واجبات، ولا الواجبات ديالو اللي خصهم يديروهم هي كتشوفهم كومكو واحد الاهانه، والحقوق ديالها اللي خصها تعطى لهم وكتعطى لها كتشوفهم ناقصين ولا ما عندهمش واحد لا فالور وخصها اكثر واكثر. فالافكت بيان سور كاين يسوا من الافلام يسوا من هاد لي زانفلونسور اللي كيهضروا جمله ما كيبغيوش، اولا مثلا ملي كيهضر على واحد الانواع ما كيهضرش على نوع واحد، لا كيهضر اون جينيرال ويجمع كلشي في مره واحده. دونك راه ملي انت كتهضر على واحد النساء اون جينيرال كتجمع امك واختك وامي انا واختي انا ومراتك ومراتي وبناتك اللي غادي يجيو وهي غاده. فمن الناس ملي كيجيو يهضروا كريو دي كونتوني راه ملي كيجي يهضر على واحد البيرسون ولا ملي كيهضر مثلا ينتقد النساء في واحد الكوطي مثلا، راه كينتقد دوك النوع بديك التصرفات اللي كيديروا، راه كيقول راه واحد النوع من النساء، ما كيقولش لا راه العائلات كاملين المغرب، هذا راه فوت. وكذلك ملي كتنتقد يعني العائلات راه خصك تنتقد حتى الرجال اللي لا ميم وكيديروا دي فوت. هذه كونساي للناس اللي كيديروا دو كونتوني بحال هذوك. فين كاين الاختلاف هنا؟ انا ماشي ضروري نتبعوا مثلا تبع الريت بيل كما هو، مثلا تقدر الريت بيل، هذا الريت بيل كمفهوم هو في الاسلام ما جاء به من سلطان، هذه واحد باش نكونوا متفقين. يعني اما غتشد الريت بيل وتهرب على الاسلام، يا اما تشد الاسلام وتهرب على الريت بيل، حيت كمجتمع مغربي لا ينطبق على هذا. علاش؟ حيت الاسلام دين الدوله، باش نكونوا متفقين على هذه. فماشي ضروري نتبعوا الريت بيل، تقدر تاخذ من الريت بيل داكشي اللي بغيتي انت زوين، طور من راسك، ما تكونش نيه بزاف، تفهم الواقع ديالك، تفهم دي زيدي ديال الناس، تفهم المجتمع شنو باغي وفين ماشي، تفهم ديك الترند لاين اللي غادي عليه العالم ككل، فهادو مزيان. ولكن ماشي بالحقد، الرجال يحقدوا على النساء والنساء يحقدوا على الرجال، وبلا ما نعمموا الى ما ذلك، وبلا ما نساو الدين ديالنا والقيمه ديال اللي كتقول وعاشروهن بالمعروف. هذه بالنسبه للرجال والنساء، حيت انا قلت لك يا اما انك تتبع الاسلام وتهرب على هاد التخربيق اللي جاو به هاد الناس هادو في انستغرام ومغاربه يا حسره، واما انك تشد في الريت بيل وتهرب على الاسلام. وهذا الشيء الا شديتي في الريت بيل غتهرب بطول. اما الاسلام جاي هو دين الحق. خاتم كخاتمه لهاد النقاشات، الفكر ماشي مشكل، ولكن المشكل هو كيفاش كنفكروا. راه ماشي كل حاجه كتبان في تيك توك هي حقيقه، راه ماشي اي واحد دوا في انستغرام خصنا نفولووه ونتبعوه، راه ماشي اي واحد دوا في تيك توك خصنا نفولووه ونتبعوه حيت قال واحد الجمله ولا حيت قال واحد الهضره اولا حيت هضرته جاتنا ديفيرون راه كيقول شي حاجه واعره اولا هضرته ما فهمناهاش دونك راه هو خونا واعر. بالعكس تجي تلقاه تقلب مزيان تلقاه ما كيقول والو كيف ما خلاه واحد. فخاص الانسان يراجع الهضره ديالو والكلام ديالو وخاصنا نراجعوا ونوازنوا الامور. الرجوله ماشي العدوانيه والانوثه ماشي الطمع، والعلاقات محتاجه نضج، ماشي شعارات تكتب اولا ماشي فيديوهات تخرجوا بهم. وباش تخرج من التاثير ديال هاد الافكار ديال الريت بيل اللي اصلا ما عندها حتى شي معنى وما عندها حتى شي باز، وتكون عندك واحد الطريق واضحه ومقتنعه، عرف شكون انت بعديه واحد. حيت هذا الريت بيل اصلا كتعطي واحد الهويه مزيفه تولمو. الراجل كيخاف يتجرح، كيدير دي ميسكول، كيشك في الانسان ولا جميع الناس سورتو النساء. اما الاسلام كيقول من عرف نفسه فقد عرف ربه. الرجل المسلم ماشي كيسيون ديال الرجل ضعيف، الرجل المسلم ماشي نيه، الرجل المسلم هو عبد الله. وهذه العبوديه هي قمه القوه والحريه. بدل ما تقول انه لا راه ما غاديش نتزوج حيت النساء خائنات، تقدر تقول انا اختار شريك او شريكه الحياه اللي تخاف الله ونكون انا قد المسؤوليه. ففهم طبيعه المراه من المنظور الرباني ماشي من المنظور الايديولوجي. فالاسلام عمره شيطان المراه، او الامراه هي مخلوق عنده نفس، عقل، مشاعر، كيستحق الرحمه والتفاهم كيف ما نزل الله في القران. وعاشرهن بالمعروف. فالفرق الريت بيل كيخليك تشك في كل انسان او في كل انسان، اما الاسلام كيقول لك بغيها لله ولكن كن حكيم. كيسيون ديال طور راسك، تبني ميسكول، تبني واحد الكوتي فينونس، تبني واحد الكوتي مونطال، هادو من الواجبات ديالك. ماشي كيسيون ديال ريت بيل اولا انت هربتي للميسكول وبنيتي واحد الكتله عضليه ان دونك انت كنتي انسان ضعيف. هادشي ليك انت، ماشي حيت باغي تكون ريت بيل. فكاين الفرق ما بين واحد كيدير الرياضه باش يجبد البنات وواحد كيديرها باش يكون قوي ليلو اوكي ويخدم الامه ديالو. كاين الفرق ما بين واحد كيجمع الفلوس باش يتحكم وواحد كيجمع الفلوس باش يكون انسان مسؤول. كم حديث المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. اما الشعارات ديال ريد بيل راه ماشي ما كنتيق حتى شي وحده، ولكن المؤمن لا يلدغ
من حجر واحد مرتين. ماشي حكمها ولا تحكمك، ولكن خيركم لأهله. ماشي لعبها صح باش تسيطر، ولكن من تواضع لله رفعه. وريت بيل كيشوف الرجل الناجح هو اللي عنده السلطة والسيطرة، ولكن الإسلام كيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل اليوم ديال دابا غدا واقف ما بين يدي الله، فهو راه مسؤول على الزوجة ديالو، على الأولاد ديالو، على الكلمة ديالو، على النية ديالو، وعلى نفسه. دونك حاولوا تولمون في الأخير ترجعوا للقرآن، تصحى العلاقة ديالك مع الله، حيت ما يعني كيتناغم معاك كإنسان مسلم راه ما عنده حتى شي علاقة بما يعني كيتروج ليه حاليا في السوشيال ميديا. فكون راجل ذو مبادئ، ماشي راجل ديال تريندات، وكوني امرأة ديال المبادئ انطلاقا من الإسلام بيان سور. and think about it.